بعد تأكيدها توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع الدولي المغربي حكيم زياش لاتفاق ينتقل بموجبه الأخير للعالمي، كشفت تقارير صحفية سعودية سبب تفضيل لاعب تشيلسي الإنجليزي للعرض النصراوي. ونفت ذات المصادر أن يكون سبب رغبة زياش في الانتقال للنصر السعودي هو الأموال أو الهروب من جحيم التهميش داخل البلوز. وذكرت المصادر نفسها أن زياش سعيد للغاية بالانتقال للسعودية، وأن عائلته هي مصدر سعادته لكونها سترافقه للعيش في العاصمة السعودية الرياض، بما فيها والدته التي لا تقيم معه حاليا في العاصمة البريطانية لندن. وكانت وسائل إعلام سعودية تحدثت عن تواجد المدير التنفيذي لنادي النصر بالعاصمة البريطانية لندن لمجالسة مسؤولي تشيلسي بهدف إنهاء إجراءات توقيع زياش في كشوفات العالم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وانتقل زياش إلى تشيلسي قادما إليه من أياكس أمستردام الهولندي عام 2020، حيث واجه التهميش والجلوس على دكة البدلاء، خصوصا خلال الموسم المنقضي الذي لم يخض خلاله غير 24 مباراة في مختلف البطولات.